ودخلت إسرائيل حطت ساق كبيرة في بلاد المغرب. لولا هالحرب الغير معلنة اللي من وقت هواري بومدين الله يرحمه وينعمه بفعايله، خاطر هواري بومدين هو اللي فتح الباب هذايا. وعلى الرغم من الواسطات، وعلى الرغم من اللقاءات بين هواري بومدين والحسن الثاني المرحوم. الأصدقاء ديالي السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم الأصدقاء ديالي. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تشتركوا في القناة، كذلك أخوتي تفعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو أخوتي الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذا القناة. الأصدقاء ديالي كما عهدناكم مقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم أخوتي ندوزو نشوفوا الفيديو جميع، نتوما حكموا، اكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم ونتلاقاو في نهايه الفيديو. أنا نحب تبون على خاطر صريح، ايوه في تصريحاته بصفه عامه صريح ويستفيض، وعامل موعد اسبوعي مع الصحافه الجزائريه. يعني يجي قصر الشعب ولا دار رئاسه الجمهوريه ويجيب على كل الاسئله الا حاجه واحده التو انا مانيش فاهمها، كيفاش في شؤون المغرب العربي هذايا المغرب الكبير كيفاش نسبقوا نظرتنا الخاصه على مصلحه الجماعه. المغرب العربي 100 مليون ساكن، راهو 100 مليون، راهو حاجه كبيره، فيه جميع الموارد الطبيعيه، فيه البترول وفيه الفوسفات وفيه القمح وفيه الشعير وفيه زيت زيتون، مش شويه، وفيه معناها نخبه، خاصه نخبه مثقفه جامعيه من اعلى النخب اللي يتخاطفوا فيهم الكندا وامريكا وغيرها يوميا يهربوا 1000 طبيب من المغرب العربي يمشيوا لهالبلاد هذه. ما نجمش انا نوقف مستقبل المغرب العربي على الجمهوريه الصحراويه، ما نجمش، ما نفهمهاش. قداش من صحراوي ثم 200,000 وقت اسبانيا، وقت الاستعمار الاسباني كانت يعني تراب مهمل، وما حبش فرانكو يخرج من غادي لانه ما يحبش يتنازل على اي شبر من التراب الاستعماري. قاعده سبته ومن ليليا الفوق تبون من الجمهورية الصحراوية من المغرب ككل، من يقول لك لا رجوع للوراء، ما عادش فما علاقات مع المغرب ولا نحبوا لا تدخلات، لا حد يدخل بالحسنى لا من غير يقول لك ما عادش فما حتى علاقة تذكر بالمغرب، يعني اكثر من انه علاقات متوترة ولا حيلتي بلوس كو ترانشون. وهكذا فتحنا الباب لإسرائيل. جات إسرائيل عرضت على المغرب تعاون تكنولوجي وعسكري واقتصادي اللي تحب هي، ودخلت إسرائيل حطت ساق كبيرة في بلاد المغرب. لولا هالحرب الغير معلنة اللي من وقت هواري بومدين الله يرحمه وينعمه بفعايله، خاطر هواري بومدين هو اللي فتح الباب هذايا. وعلى الرغم من الواسطات، وعلى الرغم من اللقاءات بين هواري بومدين والحسن الثاني المرحوم ملك المغرب وغيره، ما ثم حتى شيء يتقدم، بل زاد الطين بلة. موريتانيا انسحبت من القضية، قالت يا خويا هذه الصحراء مغربية أنا ما عندي حتى دخل فيها. تدخل الجزائر على الخط، يقوم هواري بومدين يقول نحن لا نطالب بمتر واحد من الصحراء، لكن الشعب الصحراوي له الحق في المطالبة بأرضه. شو بأرضه؟ نقرأ احنا سيدي خليفة، ما اللي احنا صغار نقرأ في حاجة اسمها الصحراء الغربية والشعب الصحراوي مش موجود هذا موجود في تاريخنا، مش موجود. إذا من الناحية العقائدية في الجزائر شادين في القضية نتاع الصحراء هذه، تقول عليها هي القضية الأساسية. وين خلطنا لقطع علاقات كاريمون مع المغرب، ويقول لك رجوع للوراء، حالة حرب. اليوم الجزائر قاعدة تشري في 20 مليار دولار سلاح من الاتحاد السوفيتي، من روسيا، من عند بوتين. نقدموا خاطر ما عادش عندنا وقت. خليفة بعد في نفس الانترفيو بعد ما تحكي على المغرب وقطع العلاقات وغيره، تبوني قلت تأزم الوضع في تونس
راهو بدا مع استقبال قيس سعيد لرئيس جبهة البوليزاريو. برشا توانسة راهو البارح يقولك شم دخلنا، وهذه راهو احنا ماناش طرف نزاع في المسألة هذية، ويعني راهو التصريح هذيك دار أكثر تصريح دار البارح فيما يخص الانترفيو متاع تبون، كيف ربطت الأزمة اللي صايرة في تونس والأطراف يقول لك اللي هي راهي اليوم تشتغل ضد تونس منذ استقبال سعيد لرئيس جبهة البوليزاريو. اي هذا في جانب، لكن خليني زاد نرجع في حاجه اخرى. اعطيني الجانب هذا. هاني جاي كي هو في الجانب نتاع انه حتى في موقفه من خديجه بن جنة اللي قالوا فيها قبل، لو كان احنا هنا في تونس راهو قالوا هذيك ما تجيبهاليش، خاطر صار لي معها اشكال قبل ما تعمليش انترفيو ساعه، حتى في الشكل الناس تتجاوز، معناها احنا نقول له هذاك له رئيس جمهوريه. قالت له مساء الخير، قال مسائين، واحده ليك واحده الجزيره في الشوالي اللي راهو هو صريح جدا يتكلم، هو يتكلم وعنده اتصالين خارق العاده. من كان واحد اخر كنا احنا في تونس هنا والي تعرف صحفي يقول له لا ما تبعثوليش هذاك، اي معناها زاد هذه خلينا ناخذوها في قوس، زاد باهي عجبتني الحكايه. معناها الحكايه الاخرى هي حكايتي كان وليت والي ولا حاجه اللي قدر عليا باش نولي انا هكا والي وملك وحر. ماكش تولي والي خليفه شيباني. انا من نولي كان نحب تونس اسمك قاعد يدور خليفه شيباني. نهار الأحد اللي فات بلان. نهار الأحد ايوه اللي يحب يعملها احكيها نهار الأحد اللي فات ما كملنا اخر حصه من الناس الديوان في الليل هكا مو دارت في الفيسبوك خليفه الشيباني والي تونس هكا ولا لا ومؤكد عايش. قاعد انا نشرب في قهوه واحد طلبتني سماح، قالت لي بلي مو خليفه صاحبك بالكدا بربي ثبت لنا في المعلومه كان والي خلينا نفهموا كيفاش. قلت له والله نثبت لك، طلبت سي خليفه نعطيك كواليس سي خليفه. هي ماهيش من اهتماماتي ومش من رغبتي، اما ناكد لك حاجه ميكرو حتى كان قالوا لي حاجه نجي نكمل معاك وبعد نمشي حتى في سفر تهنينا هاي على الموبايل في البرنامج لا عيني ولا نحب ولا قالوا لي ما قالوا لكش وما عينيش. خليني نقولها لك خاطر انا بيجي يجوني يوليو في التليفونات برشا خليفه الشيباني بالحق. انا تعرف عجبني تونس القادم ولا خلينا نحكي لك توسيريس مش عجبني ثقه الناس وغيره يعني حاجه هامه برشا. شوف تعليق الناس تعجبني، نحس في روحي ملي كان امشي هو توا المسؤوليه في مملكتي وحدي راهم المسؤولين معناتها قبل كانوا معناتها ما يترشحش المسؤوليه بقدر ما ناس هكا ترشحوا هكا ولا سي رجاء معناها يتلموا ويرشحوه لمنصب من المناصب ولو هو يكلفهم هذا راهو مناشده حتى احنا تو اما يحسوا هو صاحب المسؤوليه. احنا رانا احنا لهنا في ناس الديوان نشدوك خليفه معنا حتى مشكل شنو تحب. من بعد الرجل المناسب في المكان المناسب. لا من بعد نشوفوا ردة فعلك وقت اللي باش يبدا عاد الضرب، ما كان لا قدر الله عليك تغلط ولا غيره. راه انت راهو شوف كان انت تدخلوا انت تناشدوا راهو يا سيدي خليفه مشى احنا تحطوا توا براتيك ناس ديواء صباح هذا فانا مشي يزني معاه راه معناها رد بالك عندك زوز مشاو انت مستشار في الولايه شكرا معايا متفاهمين مبرمجين احد اعضادي واعضادي الضامه توشالش خاطر ثم شكون يكتب فيها عنده مستوى كبير في السياسيين الضا توشال معناها ما في تونس نجاة نرجع تبون البارح والرساله في علاقه ساعه بالبوليزاريو. وانا في اعتقادي موضوع البوليزاريو تم تضخيمه اكثر من اللي هو موجود. ساعه اللي زلنا نعرف وقتها كانت ثم قمه بين الاتحاد الافريقي في اطار التعاون الافريقي الياباني وجا لهنا وخذت هاله كبيره برشا. الخلاف الجزائري المغربي خلاف يعود، صارت حرب بيناتهم زوز باش نبداو متفاهمين معنا، صارت حرب وبدا سباق نحو التسلح من وقتها معنا. وكما قال الاكثر من هذا حدود مسكره عندها 25 سنه، حدود مسكره عندها 25 سنه بين الجزائر والمغرب. الحكايه هذه هو ما قاله هو وانا اشاطره الراي ان تونس تتعرض الى مؤامره. انا ما نحبش نحكي بعقليه المؤامره، اما تونس تتعرض الى مؤامره. اي اللي قاعد صاير اليوم على تونس تتعرض الى مؤامره، ثم ناس مش بسعاده. احنا في الداخل قول فيه ما شئت قيس سعيد، اما البرا مقلق برشا ناس. ثم ناس كانت مستفيده من منظومه 24 جويلي، ثم ناس تحب الماء مسيب على البطيخ، ثم لوبيات كانت تخدم، ثم عندنا خطوط فرنسويه وامريكيه موجوده في تونس. يا سيدي برا فما مؤامره. خليني من المؤامره واللي يقول فما وما فماش وغيره. لا موجوده المؤامره، مش معناها ربط تأزم الوضع في تونس باستقبال سعيد لرئيس جبهة البوليزاريو، تشوفوه يستقيم ولا لا يستقيم؟ لا يمكن تم تحميل الزيارة أكثر منها. أنا المؤامرة في اعتقادي أكبر من زيارة رئيس البوليزاريو. أما مؤامرة في تونس الرجة متاع 25 ثم برشا لوبيات وبرشا مصالح في تقاطعات بالخارج، وعندهم ناس في الداخل فقدوا مواقعهم ما يساعدهمش. هذايا الرئيس هذا اللي يحكم فينا تو قول فيه اللي تحب، مش متاع تمكنيك، مش متاع خذ فيض،
مش بتاعك اللي كانوا خطاني متوازيين ولا يبشوا في بعضهم في باريس، ما يخدمش في الصفقات. هذا هو يحب يمشي يعمل قهوه في المدينه، يمشي الحجام نتاعو ويقول لك شنو اللي ثم ويتكلم. لكن الدوله ماهيش فقط في لا نحكي على الاختيارات اليوم في تونس. راهي خيارات اقتصاديه كبيره. لا اليوم في تونس وعلاقات دوليه هناك كبيرة. من يريد تحت مسميات مختلفه وشقاشق فارغه نتاع حقوق انسان وحريات يحطوا قيس سعيد في الزاويه لانه لا باع ولا تشرى، خاطر احنا تونس نعرفوها تباعت ونعرفوا المحور اللي تباعت فيه. وفي الوقت راهو التصريح اللي فما معناها مضايقات وفما معناها مؤامره على تونس، راهو ما قالهاش مش بيبليكاسيون فيسبوك، هذا رئيس قالها رئيس في دوله قويه وعندها معطيات. لا ونعرفوا احنا التنسيق الامني الموجود ما بين تونس والجزائر، ونعرف اللي الجزائر قاعده تدعم في تونس بالمعلومات فهمتني، ونعرفوا حتى وكان العلاقات ما بين تونس والجزائر عندنا معاهده صداقه وتعاون. خلينا نتكلموا سي خليفه. معاهده صداقه وتعاون مش توصل. لا فما 27 اتفاقيه تصحوا وقت قيس سعيد. لا بتفق معك. شنو المشكل؟ خلينا نتكلموا يا سي. جاوبني. خليه باش المشكله مش حكايه ديما فرحتك باش بعد هذا ما يخليكش لا لازمنا ديكارتون. الكلام اللي قالوا خطير جدا بالنسبه لنا احنا. كي يجي يقول لك معناها احنا تونس قاعدين ندفعوا في ثمن استقبالنا رئيس جبهه البوليزاريو اللي هو غلط. احنا عندنا مشكله ولهنا يقول لك زاد كيف فما مشاكل، وتعرف فما اللي كيف فما مشاكل اللي يصير في تونس ينجم يكونوا على التاثيرات على الامن القومي الجزائري. دونك راهو العلاقه اللي ما بيناتنا علاقه وطيده وامنيه بامتياز، ونعرفوا الدور الجزائري في دعم الرئيس قيس سعيد، واللي هو السند تو من اكثر واحد قاعد يسند فينا بالمال، اللي اعطانا الودائع واعطانا مرتين دعم مالي بقيمه 600 مليون دولار. دعم الجزائر مش تبون، دعم الجزائر. دولة الجزائر. احنا شكون؟ اي دوله دعمنا حتى عبد العزيز حتى بوتفليقه دعمنا. نعرفوا هو نعرفوا اللي اعطاهم، وحتى التشخيص والمعناها والكلام اللي قالوا على السيد الرئيس اللي هو منتخب وكذا، واللي هو ما شخص 25 جويلية كانقلاب. اي هذاك رماه الاخرين. انت ريتو كيف اختار. هو حتى اللي قالوا انقلاب رمى لهم كلمه الانقلاب. هو ديجا حط الامور في اطارها واعطى رؤيه الجزائر للوضع اللي صاير في تونس، واكثر من هذا اللي هم مستعدين مهما كلفهم كيف يقول حبه من حبه وكره من كره لدعم المنظومه قيس سعيد. ما دعمتون معناها لهنا بعباره اللي هو مع قيس سعيد 100% وضد اي واحد باش يقف في الصف ضد قيس سعيد، معناه معارضه وكل واحد باش يكون ضد معناها منظومه قيس سعيد. لا هو ما شخصوش الحكايه. لا هو ما قالش هو مع دوله تونسيه. لا قال لا هي سالته على قيس سعيد كرئيس جمهوريه منتخب في تونس. قال ليس انقلابا هو شرعي وانا واقف معاه. وفي رمزيه قيس سعيد انه رئيسا للدوله التونسيه ورمزه. احمد أروى عندك ما تقول؟ ما عندوش لشكون عندي ما نقول بالضبط. تو ظهر نمشي سيد احمد خاطر العميد تو يلزم يبعد شويه. لا بارد احمد كلمه وعندنا فقرتك وفاء ويلزم. انا عارف تونس في قلب المؤامره معناها. فيلم يقولها الجزائر انحازت انت في بالك قبل ما تسمع. لا انا عايشها نعرفها، ثم اطراف داخليه وخارجيه، وهالحب الحنان اللي هبط لنا من الاتحاد الاوروبي نعرفوا كذب في كذب معناها، ونعرف الجزائر دوله شقيقه وهي عمقنا الاستراتيجي وقفت معنا تاريخيا. ما هو الجزائر عندها برشا فلوس، تعطينا الفصل 1.9 مليار، عندهم برشا هكا ولا ريزيرف تاع دبي، اعطينا 1.9 مليار وزيدونا زويز هكا نكملوا بهم نخرجوا بهم من الازمه. وعلاش نمشيو لصندوق النقد الدولي نمشيو نسلفوا من عند احمد الغربي في كلمه في الموضوع هذا ولا في الموضوع هذا وجيتك الهكا قلب في الموضوع هذا في كلمه وقت اللي يجي رئيس جمهوريه لدوله كبيره كما الجزائر ويقول راي تونس يحصل لها مشاكل جراء استقبال كذا وكذا، فبامكانيه الدوله وبمعرفته بكواليس اللي ربما امكانيات احنا ما عندناش، فما اني نصدقه انا يخرج في برنامج يتكلم ويقول راو هذا اللي صاير، انا بامكانيات تلك الدوله نقول اللي قاعد يتقال فيه من الصحه الكثير. واضح. شكرا لك احمد الغربي. باش نرجعوا معاك توا توتسويت في هكا قالوا وبرشا جاو تساؤلات فيما يخص اللجنه الوطنيه للصلح الجزائي. يقول لك راهو الباساج كان قصير شويه نتاع مدام فاطمه يعقوبي. هيك نفهموا معاك انت احمد الغربي في هكا قالوا شنو صاير بالضبط. هكا قالوا به شوف سامح احنا توا لجنه الصلح الجزائي والصلح الجزائي ومرسوم تاع الصلح الجزائي تحدثنا فيه برشا.
اعطينا جديد توا اللي جات به مدام فاطمه اليوم كيفاش نفهموها، واللي هي ما بقاليش برشا وقت باش توضح بعض المعطيات. هما 4 نقاط فيسع تو من هاك شد معايا. النقطه الاولى اللي هي نقطه مهمه ياسر، اللي هي مده عمل لجنه الصلح الجزائي، لانه احنا تو وقت نحلوا وسائل الاعلام وراديوات نسمعوا اللي اللجنه مازال لها شهر و20 يوم يوفوا 6 اشهر وقابله للتجديد 6 اشهر اخرين وينتهي عمل لجنه. معناه وهذا غلط كبير ياسر، والغلط هذايا ما يلزموش يصير، لانه وقت يصير غلط كيما هذايا راهو نحن باش نهزوا اللي يسمع فينا معناها حاجات عمرها ما هي صحيحه. لانه علاش؟ فما فرق بين انه يوفى عمل اللجنه. ايش معناه يوفى عمل اللجنه؟ معناه بعد 12 شهر 6 اشهر وتجديد 6 اشهر حتى بشر ما ينجم يعمل صلح. الصلح هذا ما عادش نتحدثوا عليه. وقت اللي هو الفصل 7 ولا 8 من مرسوم الصلح الجزائي يتحدث انه ويعين بامر رئاسي اعضاء اللجنه الوطنيه للصلح الجزائي لمده 6 اشهر قابله للتجديد مره واحده، وهذا اللي كان تحكي عليه مدام فاطمه. يقول لك الاعضاء مش العمل نتاع يوفى وقتهم، يعني بعد 6 اشهر و6 اشهر يتجدوا اعضاء جدد. هذه النقطة الأولى واضحة. ما عادش نتحدثوا على الموضوع هذا مرة أخرى. النقطة الثانية فما مطالب صلح تقدمت ولا ما فماش؟ هي تقول لك احنا اولا عندنا 10,000 من الملفات تمت احالتها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. 10,000 ملف. وهذا ممكن بالقانون. يعني الفصل 21 كان انا مش غلط هذا هو الفصل 21 يتحدث على انه يمكن احاله الملفات هذه من ادارات اخرى. وسالتها انت قلت لها فماش ملفات ناس بصوره تلقائيه جابت ملفاتها؟ قالت لك هي صحيح فما شكون جاء، معناها الناس اللي تقول راهو ما فماش ملفات ولا فارغه الملفات ولا ما فماش شكون تقدم انفات هي وقالت مش صحيح. النقطه الثانيه امكانيات لجنه الصلح الجزائي، ديما نسالوا احنا عن امكانيات، عندهمش بيروات، عندهمش اداره. هي جاوبتك وقالت لك هي ما فماش، وهي جاتش قالت لك لا ما عندناش اداره ونحن الاداره. وانا ثمنت ياسر الكلام هذا راه خاطر احنا ديما عندنا مشكله نعقدوا ونسكروا الامور في حكه وكل شيء. احنا وقت جاوا وقتها يناقشوا في قانون تاع حضور المحامي امام باحث البدايه في المركز، الناس الكل عارضت قالت احنا ما عندناش امكانيات والمحامي باش يدخل وما يلقاش طاوله وما يلقاش كرسي وما يلقاش دار شنو وكيفاش باش نعملوا وكيفاش باش نقدوا. لا فما حاجات يلزم راهو يلزم فما جرأه، يلزم فما جرأة. أنا نتجاوزوا هي كلامها يقول إنها تجاوزت جميع الصعوبات ومانيش لازمة كيما اللجان الأخرى اللي تحل لجنة وهنا نستناه ولين يوفى العمر ونحن ما نعرفوش شنو اللي صار. يعني أنت مع إنه اللجنة تكون هي اللجنة وهي الإدارة؟ انا معاه انك تتجاوز الصعوبات. احنا نفرزوا واحنا نضموا واحنا نعملوا في كل شيء. اعطيني نتيجه، هي تعطيني نتيجه. علاش احنا نحبوا الامور جامده؟ اعطيني مشكل تو نحلوا، واحنا حاجتنا بناس عندهم جرأه. عندك مشكل هات نحلوه. راهي البلاد هذه تقريبا ما تحل حتى شيء. عندنا تو من 2011 لليوم كل شانتي نحلوه نخليه محلول. هذه قالت لك يا خويا يا سيدي شنو مشكل؟ بدوسيات انا هاني قاضيه ولا انا استاذه ولا انا كذا، اللي باش يجيب مطلب بتاع صلح مرحبا به، تو انا نعطيه ديشارج. فيش مشكل هنا شويه احمد. 10,000 مطلب ممكن معناها، وشو اللي يمنع باش تكون فما اداره؟ وفرزوه هو اللي يمنع باش يعملوا اداره. هذا كل ما قلتش معناتها فما مشكل باش يمنع انه يعمل اداره. ليه وقت اللي اون اتوندون تجي اداره هات نخدموا بامكانيات اللي عندنا. انا قلت لك احنا اسسنا الارضيه. انا نحب الناس اللي تحل المشكل ما يعقدش. تقول له اعطيني بربي انت تو تمشي لاداره تقول له بربي بالله سامحني اعطيني ديشارج، تقول لك والله ما عنديش ورقه. يا تو نمشي نجيب لك ورقه حط لي فيها ديشارج. حلتش المشكله. نبلوكيو الدنيا غادي خاطر ما عندناش ورقه نعطي فيها ديشارج. هذه النقطه الثالثه. فما برشا نسمع ديما انا بيدي كيما الناس الكل نسمع في وسائل الاعلام والراديوات وكذا لجنه الصلح مش تجيب فلوس 13,000 مليار و500 صعاب ماهوش باش يجيو. يا سيدي جاو ولا لا جاو، احنا عندنا لجنه والصلح هذايا معناها من اول الدنيا هو وسيله من الوسائل اللي كان قانونيا كان دينيا راهو موجود. علاش انت اليوم تلوج عليها باش تجيب تفشل ما تفشلش؟ يا سيدي اللجنه موجوده، كان دخلنا فلوس داخلين في الربح خارجين من الخساره. بربي هذا ما شنو بربي معناها نعملوا لجنه ونعملوا مرسوم وغيره، وكان جاو الفلوس ما يسالش، كان ما جاوش انا داخلين في الربح خارجين من الخساره. لا سامحني اجي نقول لك آلية الصلح هي آلية قانونية موجودة من أول الدنيا. حتى في رسالة عمر بن الخطاب يقولوا للقاضي يقولوا الصلح خير. راهو باي معناتها انك تعمل صلح ما فيها باس. اليوم انت تعمل لجنة قالت لك هي عندنا ملفات، عندنا 10,000 ملف جانا من المكلف العام لنزاعات الدولة، عندنا ناس جابت عندها استعدادات تحب تعطي فلوس، وانت تقول لي ليه باش تفشل؟ تخليهم يخدموا بعض تقول له تفشل ولا ما تفشلش. معناها احنا كان ما حطيناش اللجنة كنا باش نربحوا حاجة.
هذا معناه شيء. هذوما النقاط الكل ولا هذوما مازالت أربع نقطة؟ نقاط. ولك تنجم تحل القضايا، حتى القضايا المسكره تنجم تعاود تحلها. يا سيدي هذيك وضعيات. عادي هذه. اسمعني كان قلت لك نلوجوا على نسكروا ولا نحلوا، احنا توا عندنا لجنه. أي. لجنه تعنى بالصلح. نقولوا الباهي والخايب. انا قلت الخايب قبل. الاصدقاء ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليوا واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك اخوتي فعلوا زر ديال الجرس، بارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في القناه. الاصدقاء ديالي غنهضروا شويه على الماتش ديال فريق الرجاء البيضاوي ضد فريق اتحاد طنجة. صراحه فريق الرجاء يطرح اكثر من علامه استفهام. صراحه الاداء ديالو صراحة أداء متذبذب، ما فهمتش يعني. صراحة فريق اتحاد طنجة قدم مستوى كبير بزاف، وكنا كنتمناو صراحة عدم يعني رشق اللاعبين من طرف الجماهير الرجوية بالقرارات. فصراحة هذه كتبقى مباراة يعني كرة القدم بكل روح رياضية، يعني راه فريق الرجاء عارف انه كيدوز في أزمة نتائج، ولكن نتمنوا ان شاء الله ديال كرة القدم ما يمكنش يعني جميع الانديه اللي كنشوفوا في العالم ما شاداش واحد الريتم. ضروري كيجي واحد الموسم او موسمين كيكون فيهم فريق يعني بعيد على المنافسه، يعني لا وطنيا ولا حتى قاريا. والدليل هو فريق مانشستر يونايتد، يعني كان مسيطر على الالقاب هذه مده ما حاز على الدوري الانجليزي، والكره راه مازال ملعوبه والناس راه مازال كتخدم. ونتمنوا ان شاء الله هذا الشيء ما يكونش في المباريات المقبله لفريق الرجاء. وبطبيعه الحال كنتمناو ان شاء الله فريق الرجاء بجمهوره فريق عريق، فريق الالقاب، يعني كنتمناو حتى حنا كمغاربه كنتمناو الفريق يعني يحتل المراكز الاولى، لانه هو الفريق يمكن الوحيد اللي كيمشي مع فريق الوداد كيمشيو يعني كيشرفوا الكره المغربيه. نتمناو لهم ان شاء الله كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله عوده قويه لفريق الرجاء. ما بقى لي اخوتي الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.